الخير والمحبة عليكم مشاهدي ومتابعي وكالة MBC عراق. أهلا ومرحبا بكم بتغطيتنا لهذا اليوم بداخل فندق منصور ميليا، مهرجان عشتار لسنة 2022، المهرجان الأول دورة الفنان طه المشهداني. خليكم ويانا خلينا نشوف أجواء هذا المهرجان. أسعدنا حضوركم هذا اليوم وخصوصا بوجود قامات الفن العراقي، فشكرا لكل من لبى دعوة الحضور. إن هذا المهرجان لتكريم أفضل الشخصيات للعام 2022 وتتويج لقب عشتار الجمال للنساء ولقب تموز للرجال. فخير ما نبدأ بعد اليوم أن نقف وقفة إجلال واحترام. الدقيقة الأولى لقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق، والدقيقة الثانية للاستماع للنشيد الوطني العراقي. نقف وقفة إجلال واحترام للاستماع وقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق أجمعين. رحم الله شهداء الأبرار. والآن الدقيقة الثانية للاستماع للنشيد الوطني العراقي. استقبلوه بفضل. موطن العراق الحبيب من عيد الأعداء. شكرا لكم، شكرا حضورنا الكريم. والآن فيتفضل الفنان طه المشهداني لإلقاء كلمته. كل الشعوب في العالم لها وطن تعيش فيه إلا نحن لنا وطن يعيش فيه. أحاول أنسى حبك؟ لا، مستحيل أنسى حبك الكبيرة ست أمل أخوي. نورتي. مساء الجمعة، أنت أجمل الأيام. إعزاز، أنتوا إعزاز والله إعزاز للقامة الكبيرة الأستاذ يانس خضر. لما كنا صغار ربينا ذوقنا واحساسنا ومشاعرنا، ربينا على هاي الكلمات، تربينا عليها، فبعد ما نقدر نغادرها. كل ما يتقدم بينا الزمن كل ما نتمسك بيها اكثر. انا اليوم عاجز عن الشكر لكل من لم يحضر ولكل من حضر. هي مسيرة قليلة بسيطة من السنوات حاولنا بها انه نقدم شيء لمجتمعنا الحبيب العراق الحبيب بكل صدق وبكل وفاء وبكل حب، مهما كانت الظروف اللي يعيشها البلد، لكن احنا اكبر من هاي الظروف دائما. الرحمه لشهدائنا الابرار والبساله اللي عودنا عليها ابطالنا، قواتنا العراقيه الباسله اليوم اللي متمثله بقياده عمليات بغداد العميد عباس
شكرا لحضوركم. أنا ما عندي شيء أقوله والله، لأنه فعلا عاجز عن الكلام أمامكم، لكن أنا عندي عهد ويا الله سبحانه وتعالى وياكم كمجتمع كأهل وأصدقاء وأحباب. أنا راح أكون على عهدي دائما، أقدم بكل حب وبكل صدق، أقدم كل ما هو يخدم هذا المجتمع، ونحاول جهد الإمكان لأنه نكون إيدي وحدة حتى نبني هذا الوطن، نبنيه بالإنسان أولا بعدين بالأمراض. شكرا لإدارة المهرجان، شكرا لهؤلاء الشباب، شكرا لفندق المنصور ميليا، وشكر موصول إلى كل من ساهم في إنجاح هذه الأمسية. أخوكم الفنان طه البشراني. شكرا للفنان الجميل والمتواضع والبسيط جدا بينما المبدع والمميز والجميل استاذ والفنان طه البشراني. شكرا لكم لابداعكم واعطائكم وتمييزكم الدائم والمتواصل لخدمه بلدنا العراق الحبيب. نرحب بكم مرة أخرى أعزائي الحضور بمختلف الأسماء والمسميات والمقامات، على عيننا وعلى راسنا. الله يحفظ بلدنا العراق الحبيب من شماله إلى جنوبه، وإن شاء الله بكل النجاح والموفقية لكل القائمين على هذه المهرجانات العراقية المميزة والجميلة، ابتداء من مهرجان عشتار للأناقة والجمال للعام 2022 دورة الفنان طه البشراني. نسمع صفقة قوية لكل الحضور، صفقة قوية أقوى. الشمس أجمل في بلادي من سواها، والظلام حتى الظلام هناك أجمل، فهو يحتضن العراق. بدءا من العراق الحضور الكريم مع حفظ الألقاب والمقامات، العراق عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبتدئ بكلمتي لابد أن أستذكر الذين بذلوا الأرواح والمهج فداء للعراق ولأرض العراق، فالرحمة والخلود لشهداء العراق جميعا. الحقيقة لا أريد أن أطيل عليكم بكلمتي بقدر ما أريد أن نستمتع بهذا الكرنفال، ولكن لا بد أن نوضح مسألة مهمة. السبب الرئيسي لوجود هذا المهرجان، السبب هو لدعم الثقافة والفن، ولدعم المواهب، ولدعم الطاقات الشابة، ولدعم الطاقات الشابة التي لم تحصل على دعم من أي مؤسسة. ولا أريد أن أطيل مرة أخرى، فشكرا للحضور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد الآن من ضمن فقرات مهرجاننا لهذا اليوم مهرجان عشتار للجمال. الآن نستمع معكم في عرض الأزياء مميز وجميل فريد من نوعه للعروض النسائية مع المصمم المبدع والمميز عباس كوين. نسمع صفقة قوية تشجيعية ترحيبية. الحلوات نورتونا وشرفتونا ضيوفنا الاعزاء بكافه الالفاظ والمسميات والالقاب. شكرا لكم ولحضوركم المميز والبهي والجميل. يا من حللتم اهلا ونزلتم سهلا في مهرجان هذا اليوم، مهرجان عشتار للاناقه والجمال. ها نحن اليوم نجتمع على حب العراق من شماله الى جنوبه، من ارض بغداد الحبيبه، ومن مهرجان عشتار للثقافه والفنون نبعث اجمل التحايا والامنيات والتهاني والتبريكات بمناسبه انطلاق هذا المهرجان للدورة الأولى مهرجان عشتار. تحياتنا لمحافظة البصرة ولميسان الحبيبة وللحلة ولكربلاء وللنجف، لواسط وللديوانية، للسماء والقصرية، لبغداد ولديالى، للغربية وصلاح الدين والأنبار وكل محافظة العراقية العزيزة، لأربيل وتوك والسليمانية. فلنسمح تصفيق حار لبلدنا العراق الحبيب. صفقة قوية ل 18 محافظة عراقية، صفقة قوية أقوى. طبعا ويانا الآن أحد العارضين بمهرجان عشتار لسنة 2022 ونقول له السلام عليكم. عليكم السلام. عن الصحة. الحمد لله. احكي لي عن مشاركتك اليوم بالمهرجان وشنو طبيعة مهرجانكم اليوم؟ اليوم مهرجان عشتار يعني مهرجان من المهرجانات يعني جدا حلوة وراقية جميلة،
وحضورها جميل، والشخصيات اللي حضرت بها جدا جميلة وقوية يعني بالوسط الفني، وبالنسبة لي أشوفها مهرجان ناجح يعني كلش حلو. احكي لي عن مشاركتك اليوم، شنو طبيعة مشاركتك؟ أنا يعني جيت هنا كضيف شرف أو نجم مهرجان، مثل ما تشوفون يعني عندي لقب أني، فيعني ضيف مهرجان، ضيوف فقرات ضيوف. ألف مبروك لك وكل التوفيق لك يا رب. قلبك الله يحفظك، أشكرك. شكرا جزيلا. حلوين. نسمع صفقة قوية ترجيعية، صفقة قوية أقوى. يعني واقف يا ولد. نسمع صفقة قوية أقوى ترجيعية، نسمع بالفوق حلوين. ألف تحية لكل مبدعينا ومبدعاتنا، نسمع أيضا صفقة قوية ترجيعية مرة أخرى.
عرض الازياء وعرض الازياء مبدعين ومميزين جدا. شكرا لمصور الازياء عباس كوين. خلينا وياكم نرحب اجمل ترحيب بمصور الازياء عباس كوين على المسرح ونسمع تصفيقها. تفضلوا يا استاذ عباس كوين. صفية قوية تشجيعية لجيل الشباب المبدع. وللازياء الرجاليه ايضا عرض مميز وجميل لهذا اليوم على خشبه مسرح فندق المنصوريه. انا وانتم نستكمل مع عرض للازياء الرجاليه. يتفضلون على عرض الازياء المبدعين والمميزين جدا على خشبه المسرح. متابعي وكالة MBC عراق، ما زلنا متواصلين وياكم بمهرجان عشتار، ومعنا الآن الشاعر أثير التميمي ونقول له السلام عليكم. حياك الله عليكم. شلونك أستاذ؟ الله يخليك. نورتنا أكيد اليوم بمهرجان عشتار. النور بتواجدكم وتواجد هذه القناة الكريمة يعني. ربي يحفظك، احكي لي عن نظرتك لمهرجان اليوم، دعمك لشبابنا اليوم باشتراكهم بهكذا مهرجانات. والله هي بصورة عامة هذه نحتاج مثل هيك محافل بصراحة، لأنه جاي تخدم شبابنا، تخدم الطاقات الشبابية. اليوم جاي نشوف شيء جميل أنه دعم للشباب وأيضا للناس اللي تستحق التكريم من فنانينا الكبار من شعرانا، فهذا شيء يحسب لهذه المؤسسة وأكيد شكرا لهم يعني. شكرا جزيلا لك ونورت المهرجان اليوم. أشكرك شكرا جزيلا. مبدع جميل الفنان جمعة العربي، فيتفضل معنا على المسرح مشكورا. نسمع صفية قوية الفنان المميز والجميل الاستاذ جمعة العربي. صفية قوية كبيرة حلوين. شوية ايكو صار فهم النام. مساء الخير عليكم جميعا. تحياتنا لكل الحضور. ألف مبروك هذا التجمع الجميل، وشكرا للشباب الحلوين اللي باقين احنا بذاكرتهم، وهذا التناقض الجميل بين الكبار وبين الشباب. طبعا تحية كبيرة لأستاذي الكبير صوت الأرض الأستاذ ياس خضر، هذا العلامة الفارقة. طبعا احنا ما مسوين بروات، فعلي رديت بها تريح لو سمحت. ماكو أغلى من الولد بس بدي وطن، ماكو أغلى من الولد بس الوطن هو بيتي وهو أهلي وناسي، وراح أكتب
بالسماء اسم العراق، حتى كل ما اشوفه ارفع راسي. ما زلت اني على قيد الوطن، وما يزال الوطن كل همومي، ولو خاني يوم واحد من هلي ما اقصر لو ابيع هدومي. تدري شلون اعرفك، تدري شلون اعرفك انت ما مرتاح، تدري شلون اعرفك انت ما مرتاح، من دقات قلبي تقوم تراجعني. انا انطيتك قلب بس امي كانت بيه، بس امي كانت بيه. انطيتك قلب بس امي كانت بيه، تنطيني جرح ما تقبل تداوي داوي. ممكن تلقى ام تربي اجيال، ممكن تلقى ام تربي اجيال، بس ما تلقى جيل يربي امي يربي أمي البشر مجموعة ورود، ضد العبر للرايد يشم العيون. أمي الخاطر أمي أحترم كل النساء، ابدعوا منها تنفتح باب السماء، يسعد الله أيامها الجنة تحت أقدامها. أم روحك نفسك مثل الهواء لعيون أمي، لعيون أمي أحترم أحترم كل النساء، كل النساء. أمي أمي كذابة، أمي كذابة، ولكن حتى من تكذب ملاك أشياء طيبة تضمها لي، واكتشف تكذب علي. يما كلتي أكلت طبعا شبعت وجات الشبع، وأنا أقرأ عيونها عيونها، الجوع غير لونها، ومن أبغى ألح عليها واضحك ومدديها. يما اشبع اكل واشبع ومن يزودك الوراك. امي كذابه ولكن حتى من تكذب ملاك، من تكذب ملاك. شكرا جزيلا لكل هاي الوجوه الحلوه، وحاب اني مشاهدينا ومتابعينا الأحبة، ما زلنا متواصلين وياكم بتغطيتنا لهذا اليوم بمهرجان عشتار، والآن معنا الماكيرة سارة. السلام عليكم. وعليكم السلام. إن شاء الله الصحة. الحمد لله على الله. احكي لي عن مهرجان اليوم، شنو رأيك بإقامة هكذا مهرجانات في بغداد والمحافظات، وشنو رأيك بهذه الطاقات الشبابية؟ والله جدا جميلة وعاشت ايدهم، يعني أنا أول مرة أحضر العفو مهرجان، بس يعني تفاجأت، ما كنت متخيلة إنه هيك واصلين وشغلات حلوة دا يسوون، وبالتوفيق للجميع. تشجعين الشباب حتى يشتركون بهكذا مهرجانات، مو سواء محلية دولية أيضا؟ أكيد أشجعهم وأتمنى لهم التطور، واللي شفته اليوم إنه بهم مجال كلش قوي يسوون أشياء يعني مثل ما يحلمون بها، وأتمنى يتابعون وما يتوقفون. شكرا جزيلا، ليش نورتينا. شكرا. ما زلنا متواصلين وياكم اعزائي المشاهدين ومتابعي وكالة MBC عراق بمهرجان عشتار لسنة 2022، دورة الفنان طه المشهداني. ويانا الأستاذ علي الشريفي. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك أستاذ؟ حياك الله، يا مرحبا. نورتنا طبعا اليوم بمهرجان عشتار. احكي لي عن شنو رأيك بهكذا طاقات شبابية باشتراككم بهكذا مهرجانات؟ طبعا أولا نوركم، وشكرا لفضائيتكم التي أتاحت لنا الفرصة لMBC العراق، فضائية كل العراقيين. واكيد احنا لازم يعني العراق يرجع لاحضان الوطن العربي وللساحه العربيه مثل ما كانوا افضل، يعني على اعتبار العراق عنده
طاقات وعنده كفاءات وعنده بنفس الوقت مال. يعني اليوم الميزانية العراقية وصلت إلى حد تريليون، لذلك نتمنى من الدولة أن تأخذ على عاتقها، لأن البلدان ترتقي بنجومها، فنانيها، طاقاتها، بروادها. فاليوم أنا شفت هذا المهرجان، الأستاذ طه المشهداني غاية بالروعة، مهرجان متكامل رصين، يعني ياخذ عينه من كل، يعني من الرياضيين، من الفنانين، من المطربين كذا. لذلك نتمنى، يعني احنا مقبلين على تشكيل حكومه جديده، نتمنى ان تكثف الجهد الحكومه وتدعم الفن العراقي، وبنفس الوقت الطاقات العراقيه تدعمه. شكرا جزيلا لك ونورتنا استاذ، شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين ومتابعي وكالة MBC عراق، ما زلنا متواصلين وياكم بتغطيتنا لهذا اليوم بمهرجان عشتار لسنة 2022 دورة الفنان طه المشهداني. خليكم ويانا. أحبتي المشاهدين والمتابعين، ما زلنا متواصلين وياكم بتغطيتنا لهذا اليوم بداخل فندق المنصور ميليا، مهرجان عشتار لسنة 2022، ومعي الشاعر سجاد الغريب، وأقول له السلام عليكم. مساء الخير. عليكم السلام. صحتك؟ الحمد لله بخير. احكي لي عن مشاهدتك لمهرجان اليوم، مشاركة الشباب بهكذا مهرجانات. يعني هو من الشيء الجميل انه تشوف انه الطاقات الشبابيه تنجمع في هكذا مهرجان في بغداد، يستقطب مواهب شبابيه من الرسامين والمنتجين والمصممين وعارضين ازياء ايضا والشعراء ايضا. هذا يعتبر فد شيء كبير بالنسبه لنا. احنا نشجع عليه في كل الاوقات، ومو فقط في بغداد، نتمناه انه يكون في كل المحافظات العراقيه، حتى نوصل رساله انه الشاب العراقي منتج في كل المجالات. طبعا نورتنا اكيد اليوم بمهرجان اليوم، شكرا جزيلا. نوري الغاليه، شكرا جزيلا وشكرا لحضورك. شكرا جزيلا، اشكرك. مشاهدينا الاحبه، ما زلنا متواصلين وياكم بتغطيتنا لهذا اليوم بمهرجان عشتار لسنه 2022 دوره الفنان طه المشهداني. ويانا المصمم اكيد الاستاذ نبيل. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا ومرحبا استاذ. اهلا وسهلا بيك وبقناه. هذا مو لقائنا الاول اكيد. انت مشاركه وياي باكثر من مهرجان. اكيد طبعا. احكي لي عن اقامه هكذا مهرجانات. والله بالتاكيد انت تعرفين احنا عندنا مهرجانات سابقه، بس اليوم بدعم مباشر من وزاره الثقافه والاعلام او نقابه الفنانين بصوره خاصه، يكون مهرجان فريد من نوعه وجديد بالنسبه للشباب الطاقه والمبدعين، بالنسبه للمصممين المشاركين، بالنسبه للبراندات المشتركه ويانا. مهرجان جديد واليوم نشوف طاقات متجدده من الشباب والصبايا اللي موجودين من خلال المهرجان. ايش تحب تقول للشباب اللي يشتركون بهكذا مهرجانات وتشجعهم على انه يشتركون بمهرجانات دوليه وليست محليه؟ حقيقه اليوم هيج طاقه وهيج شباب يتوفر لها دعم مباشر من خلال وزاره الثقافه نقابة الفنان، راح يكون إبداع أكثر، نسبة المشاركات والمشاركين أكثر، نسبة الجهود المبذولة من خلال المقيمين على الحفل من البراندات المشاركة، تكون مهرجانات أعلى وأقوى، تكون بنتائج متقدمة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك ونورتني، أشكرك، شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين ومتابعي وكالة MBC عراق، مثل ما شفتوا هاي كانت تغطيتنا وياكم بمهرجان عشتار لسنة 2022، المهرجان الأول بدورته الأولى، دورة الفنان طه المشهداني. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام تغطيتنا لهذا اليوم، على أمل أن ألتقيكم بتغطيات أخرى وفي احتفالات أخرى. تقبلوا تحياتي أنا غسق أمجد وتحيات كادر العمل، إلى اللقاء.